خلية النحل هذه تكشخون بيها، تنفع للعزومات وللطلعات، تبهرون اهلكم واصدقائكم بيها. خب هذا النوع من الحلويات VIP غرقان بالنوتيلا. النوع الثاني بالبستاشيو، يا نوع تختارون؟ انا اختار هاي. شوفكم الخلية وشوفكم الهشاشة، هشة كلش رهيبة، وحدة ورا الاخ، ما ينشبع من عندها. نوعين حلويات بعجينة وحدة، راح تخليكم تبدعون بالحلويات. بلش موسم السفرات والطلعات، اسهل شيء ممكن تسووه. اول شيء راح اسويه اخلصكم من هوسة العجين، نجمعهم كلهم بمكان واحد وما نسوي هوسة. 3 اكواب طحين، نص كوب زيت، خاشوقة كبيرة شكر، ربع خاشوقة ملح، خاشوقتين لبن او ربع، هاي بديل البيض، خاشوقة كبيرة خميرة. بهالوصفة نخلط المكونات الجافة والسائلة، كوب حليب او حسب الكمية. بهالوصفة ما راح اخليكم تعجنون، جبت لكم العجانة اللي راح تنقذكم وتخلصكم من اي عجين. بعدها بتشيس جبت لكم عجانة امبيليوم الغنية عن التعريف. خلي اشوفكم شغلها. هاي السرعة الاولى، السرعة الثانية، السرعة الثالثة، الرابعة، بعد بيها 4 سرعات. هسه صار وقت العجن. هذا هو العداد اللي راح يحسب لنا الوقت والسرعة. عجينتها 3 دقائق، ننزل عليها خاشوق الزبدة ونعجنها دقيقة. اللي يعجبني بهاي العجانة غراضها كلها ستانلس ستيل اصلي. هسه نبخ الوجه بشوية زيت، نغطيه بنايلون ونترك العجينة نص ساعة تختمر. هسه اختمرت عندنا العجينة وتضاعف حجمها، نعجنها كلش زين، ننزل نص من عندها. نبدي هسه نقطعها على شكل كرات. اهم شيء الاحجام تكون كلها متساوية وقياس واحد. هسه نحتاج صينية وضروري يكون سعرها 4000. هاي شنو؟ خلينا نشيل اللزقة. نبخها بشويه زيت، نبدا نصفط خليه النحل بالصينيه الجديده مالتنا اللي سعرها 4000. وجزت عندنا الخليه وصارت بهذا الشكل. مباشره ندهنهم بخليط البيض والحليب وبس، هي صارت جاهزه عندنا. هسه ندخلها للفرن. النوع الثاني من الحلويات، وهذا النوع ماكو اسهل منه. العجينه البقت نفردها ونفتحها بالشيبك بهذا الشكل. حاشوقه نوتيلا نشرحها بالسكينه نسوي بيها خطوط، صارت عندنا بهذا الشكل. والثانيه حشيتها بالبستاشيو. هسه ندخلهم للفرن.